الآن جاءني أيضا من مدينة بن جردان خبر أن تأكد يبدو مهم، والمصادر تؤكد أنه صحيح. هو يقولون أن المواطنين عطلوا خروج صهر الرئيس التونسي السابق سي العابدين بن علي، صهر وسيم شبوك المعروف في الأوساط الرياضية، والذي كان يرأس فريق الترجي الرياضي التونسي هنا بالعاصمة، كبرى الفرق في العاصمة. عطلوه، وحديث عن اعتقاله من قبل قوات الجيش. أورد هذا على لسان مواطنين وشهود عيان في مدينة بن جردان على الحدود الليبية، الذين يؤكدون أنه كان في طريقه إلى. فقط لطفي، نقطة توضيحية، تم اعتقاله من قبل قوات الجيش وليس الداخلية. نعم هكذا يقولون، نعم من قبل الجيش. يعني بعد أن حصره المواطنون في المكان الذي كان فيه تدخل الجيش لاعتقاله. هذا أريده. لطفي، أيضا أخبار تتكلم أيضا جديدة تتكلم عن